مدام انتصار ومدام هدى صحاب من زمان، اتجوزوا في نفس الوقت، حملوا في نفس الوقت، خلفوا في نفس الوقت وفي نفس المستشفى. اول ما شافوا عيالهم قالوا اول حاجه جت في دماغهم زيتونه. ده بقى اسمهم لزق فيهم خلاص. نركن بقى الامهات دي دورهم خلص هنا. نركز بقى على زيتونه وليمونه. زيتونه وليمونه كانوا صحاب عادي، بداوا كراهيتهم في العيد عشان زيتونه قطع طقم العيد بتاع ليمونه. هتقول لي يعني قطعوا ازاي؟ يعني بص بقى، الناس دي هي اللي بتبوظ بقى متعه اي حاجه، هي الحبكه عايزه كده. المهم ليمونه اتعصب وبدا يتعاركوا، بدا يضربوا بعض. الفكره هنا مش انهم ضربوا بعض، المشكله الاكبر انه زيتونه مسك طوبه وعور بيها ليمونه، فبقى بالمعنى الحرفي زيتونه علم على ليمونه. من اليوم ده الاتنين كرهوا بعض قوي كمان، وكل واحد بقى عايز يأذي التاني. بعد 7 سنين زيتونه خاطب البنت اللي كان بيحبها، بس ليمونه يسكت؟ لا طبعا. المشكله ان ليمونه برضه كان بيحب البت دي، فليمونه قعد يحاول يخطف البت دي من زيتونه، وحاول يسوق صوره زيتونه قدام اهل البت، فقرروا يفسخوا الخطوبه خلاص. زيتونه ما كانش يعرف انه ليمونه هو السبب، وقعد 3 سنين في اكتئاب حاد. بعد 2 سنين زيتونه بدا يشتغل في شركه مرموقه شويه، بس ليمونه بسبب التشوه اللي في وشه محدش كان راضي يشغله عشان مفكرينه صايع. زيتونه اتجوز وخلف، وليمونه امه ماتت وحياته اسودت اكتر واكتر. الفكره انه ليمونه كل ما بيشوف وشه بيشوف الجرح، وكل ما بيشوف الجرح بيفتكر زيتونه. في يوم زيتونه راح يشوف امه عشان كانت تعبانه شويه. ليمونه شافه. ليمونه اول حاجه جت في دماغه ما كانتش حاجه كويسه خالص. زيتونه نازل عشان يجيب دواء لامه، وهو نازل شاف واحد باصص له بصه تخوف. زيتونه خاف بس راح يساله: ايه يا غالي انت باصص لي كده ليه؟ يا زيتونه انت ناسيني ولا ايه يا عم؟ انا ليمونه صاحبك حبيبك اللي انت عورته في وشه، اللي حياته باظت بسببك. زيتونه انت بس زيتونه ايه يا عم؟ ده احنا خلاص، انت ناقص تبوظ حياة مين تاني يعني؟ لا مش لازم تقول اي حاجة، عشان انت دلوقتي مستواك في حتة تانية واتجوزت وخلفت وانا هنا بعفن. ليمونة هقول لك خلي بالك، عايز اقول لك على حاجة، بس خلي بالك على نفسك، خلي بالك على نفسك يا زيتونة. هتعمل ايه يعني؟ ايوه هو ده بقى، عايزك تبقى دقيق لحد الاخر. زيتونه خاف، بس هو ما خافش على نفسه على قد ما خاف على مراته وابنه. زيتونه ركب كاميرات عشان يراقب الموقف، عشان شغل زيتونه كان بعيد عن مراته. بس اللي زيتونه ما كانش يعرفه ان ليمونه قال لواحد صاحبه انه يسرق الشقه. صاحبه ده اسمه حماصه. حماصه هو الصاحب الجدع اللي انت تعتمد عليه في الشغل الحرام. المهم حماصه عرف يخش البيت، بدا يدور على فلوس. المشكله مش هنا، المشكله انه جاي يسرق في اليوم اللي ابنه اول يوم هيخش فيه مدرسه، يعني فن اختيار اليوم. حماصه مش عارف يلاقي الفلوس، بدا يعرق، بدا يتخنق، فقلع القناع اللي كان لابسه عشان ما يتخنقش. بس حصل حاجه حماصه ما كانش عايزها تحصل. مرات زيتونه طلعت عشان تشوف ايه الصوت اللي بره ده. حماصه كان بيحاول يهرب، بس مرات زيتونه شافته وشافت وشه، فعشان كده فحماصه قرر يقتل مرات زيتونه عشان هي خلاص عرفت هو مين. بعد ما قتلها حماصه اتوتر، ارتبك، ما بقاش شايف قدامه. ابن زيتونه طلع عشان سمع سويت، شاف امه ميته، كان لسه يا عيني الولد كان لسه هيبدا يعيط. حماصه ما اداهوش فرصه، قتله هو كمان، بعديها هرب. ليمونه عرف المصيبه اللي حصلت. المشكله انه زيتونه ما كانش عنده وقت انه يشوف الكاميرات عشان شغله واكل كل وقته. عدى 3 ايام الجيران شموا ريحه وحشه قوي كمان، شكوا عشان بقالهم 3 ايام ما شافوش مرات زيتونه وابنه. كسروا الباب شافوهم ميتين.